في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نفضي مساحة من التليفون بتاعنا، وقلنا ان الطريقة السبعة هي الطريقة اللي هتوفر لك جيجات. ومن ضمن السبع طرق كنا ذكرنا طريقتين: ضغط الملفات زي الفيديوهات يعني، ومحو بيانات التطبيقات المؤقتة. وقلنا هنستخدم فيهم البرامج بتاعتهم، بس ما استخدمناش البرامج دي. فان شاء الله في النهاردة يعني في الفيديو هنستخدم البرامج دي. ويلا بينا نبدأ. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة دروس الحياة. يلا بينا نبدأ نشوف البرامج اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، ولكن ما ذكرناش اسمها وما شرحناش، فنشرحها النهارده في الفيديو. اول برنامج هنستخدمه عشان نضغط الفيديوهات هو باندا فيديو كومبريسور، وكمان برنامج اسمه ضغط الفيديو. اي برنامج من دول اللي تحبوا استخدمه. وبرنامج عشان نمسح بيانات التطبيقات المؤقتة وهو الوان تاب كلينر. هنجرب ضغط الفيديو. هندوس على علامة الغلط اللي فوق وتدوس على ضغط الفيديو. هيجيب لك الفيديوهات اللي معاك، هتختار الفيديو اللي انت عايز تضغطه وندوس بداية. وبعد كده هو هيجيب لك على الدقات والملفات والجودات اللي انت عايز تنزل الفيديو بيها. انا هخليها زي ما هي، ملف متوسط الجودة. تدوس على ضغط، هتدوس على غلط، علامة الغلط، وتسيبه لحد ما يحمل وتشوف هيضغطه لك. خلص وضغط الفيديو. بص، خلاه 100 ميجا بدل ما هو كان واخد 700 ميجا الفيديو ده. ولو نشغل الفيديو ده هتلاقيه عادي جودة كويسة وممتازة. ولو جبنا الفيديو الأصلي وده الفيديو الأصلي يعني تقريبا ما فيش فرق. وكده يكون خلصنا شرح تطبيق ضغط الفيديو. وبنفس الطريقة هتجرب التطبيق التاني هو باندا فيديو كومبريسور. تعال نجربه. هتخش على التطبيق، تختار الفيديو اللي انت عايزه، تدوس على نيكست. هيجيب لك كذا جودة، انت تختار الجودة اللي انت عايزها. انا مثلا هختار دي جودة متوسطة ميديوم فايل، وهتدوس على كومبريس. تستنى لحد ما يحمل وتشوف خلص ضغط الفيديو. بدل ما كان 812 ميجا بقي 37 ميجا، فحلو. ولو شغلته هيقول لك بص ده الفيديو الأصلي، بص اوريجينال، وده الفيديو المضغوط. تعال نشوف الفيديو الأصلي. عادي هتلاقي الفيديو شغال وكويس. ده الفيديو الأصلي. هتلاقي الفيديو المضغوط عادي، نفس الجودة، هي مش هتفرق. حلو، مش وحش. كده هو هيكون شرحنا برنامج باندا فيديو كومبريسور. كده يكون شرحنا برنامجين. كده نخش على تطبيق محو بيانات التطبيقات المؤقتة. نخش عليه. انت تبقى تديله السماح والإذن عشان هيطلب منك في الأول. هتدوس على منظف الملفات المؤقتة، مالكش دعوة بحد كله، انت هتدوس على بتاع دي. هيجيب لك التطبيقات اللي انت تستخدمها واللي موجودة معاك في التليفون. انت هتدوس على علامة المسح دي وهتدوس عليها تاني. هو يبتدي يجمع لك ويحسب، انت هتدوس عليها محو. هيقول لك تلقائي ولا ده، وانت هتدوس خليها تلقائي زي ما هي وتدوس موافق. هيقول لك هات السماحة، هتدوس نعم. هيوديك هو على الاعدادات عشان انت توافق. هتدوس عليها نعم، يعني هتوافق على الامر اللي هو عايزه بس، وتدوس موافق وتدوس على البتاع تاني. ويبتدي هو يمسح لك كل التطبيقات ويفضل لك مساحة من كل واحد. بص، دخل على التطبيق زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، وهيدوس مسح البيانات المؤقتة. دخل على التطبيق اللي احنا كنا لسه مستخدمينه. بس هو هيخش على كذا تطبيق لحد ما يفضلك مساحة حلوة من التليفون والتطبيقات يعني. وبس، هو كده خلص ونظف لك 162 ميجا. طبعا دي بتختلف من تليفون لتليفون زي ما قلت في الفيديو اللي فات. وبس كده يعتبر يفضلك شوية مساحة. وبرضه ضغط الفيديو سواء ده او ده برضه يفيدوك. لو انت عايز مثلا فيديوهات مساحتها كبيرة وعايز تمسحها، عايز تخليها معاك، فانت ممكن تضغطها وتخليها معاك وتمسح الأصل وتخلي معاك الفيديو المضغوط، برضه يمشي معاك الحال. وبرضه في كذا برنامج ضغط، انا نقيت لك الحلوين يعني اللي ممكن يمشوا معاك. وفي كذا برنامج، انت لو معاك اي برنامج ضغط فحلو. بس ده برضه برنامجين كويسين، برنامج ضغط الفيديو وبرنامج باندا فيديو كومبريسور. وبس، وكده يكون خلصنا الفيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية. يلا سلام.